السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من برنامجنا من هنا نبدأ. حقيقة نحن كلنا نجتهد ونتعب ونبذل كل قصارى جهدنا وننفق كل ما لدينا من مال وجهد من أجل أن نخرج أبناء صالحين، من أجل أن نخرج أبناء أقوياء، أبناء ليس فقط صالحين لكن مصلحين. سؤال يطرح نفسه، يعني ما هو الهدف من تربية أبنائنا؟ وهل نحن كأولياء الأمور متساويين أو متفقين على هدف نبيل أو هدف يتفق عليه الجميع؟ هذه الأسئلة وغيرها من الأسئلة إن شاء الله حنناقشها في حلقتنا اليوم، وهذا الموضوع إن شاء الله حيكون في 3 أجزاء. الجزء الأول حنتناول فيه موضوع أنواع أولياء الأمور. الحلقة الثانية حنناقش فيها ماذا نريد من تربية أبنائنا. الحلقة الثالثة إن شاء الله حتكون ما يطلبه الأبناء، ليس فقط نحن ما نطلبه لكن الأبناء كذلك يريدوا مننا الكثير من الأشياء. إن شاء الله حلقتنا اليوم حتناول فيها أنواع أولياء الأمور. طبعا أنا اختصرت 3 أنواع من أولياء الأمور، نفصل في هذا الموضوع إن شاء الله. النوع الأول من أولياء الأمور هو من يربي ابنه ومن يجتهد في تربية أبنائه من أجل ماذا؟ من أجل الابن نفسه. ومثال على ذلك تجد إنه الأب أو الأم يقول للابن أنا ما عايز منك شيء، فقط أنت أدرس، فقط أنت أنجح، ركز في دراستك. الأسرة كلها تكون تحت خدمة هذا الابن. ليس فقط في أيام الاختبارات لكن حتى في الأيام العادية. الابن هو كأنه مخلوق فقط للنجاح في الدراسة، فقط محور حول نفسه. التركيز كله في إنه الابن فقط ينجح ويتفوق. وأحيانا الأسرة تكون في حالة من القلق والتوتر في سبيل إنه توفر كل احتياجات هذا الابن. وتصل مرحلة أحيانا الأب يدخل ابنه في مدارس تكون غالية جدا وتكاليف كثيرة عليه. وأنا أتذكر بعد الحالات اللي كنا إحنا أثناء وأنا أعمل كمرشدة تربوية في المدرسة، الأسرة أدخلت أبناء في المدرسة، والمدرسة كانت مدرسة انترناشونال، كان غالية جدا، تحملت عبء المصاريف شيء فوق غير العقل ما يتصوره. فدخل الأب في ديون ومشاكل وفعلا الطريقة الخاطئة أنه هو حاول يدخل في هذه المدارس رغم أن ظروفه ما تسمح. كانت النتيجة أنه في النهاية الأبناء ما استطاعوا يكملوا الدراسة في هذه المدرسة. هذه الطريقة التربوية اللي تجعل الابن فقط هو متوحور حول نفسه، وتنشئ لنا حقيقة هذا النوع من أولياء الأمور، يخرج لنا أبناء اتكاليين، أبناء غير مسؤولين، أبناء يكون يتصف بالأنانية وعدم تحمل المسؤولية، ودائما هو عايز يكون الأسرة في خدمة هذا الابن. فواحدة من الأخوات في استشارة تناقشني في أمر، تقول لي ابني ما عايز يساعد في الأسرة، ما عايز حتى التزاماته تجاه نفسه ما قادر يقوم بها. هذا النوع من الإعاقات عندنا في الأسر أو في بيوتنا، لأن نحن كنا السبب في ذلك. نحن اللي قرصنا في أبنائنا، نحن في خدمتكم، أنتم فقط تفرقوا للدراسة. وللأسف أحيانا الأبناء هم يكونوا في الغرف، بدل ما يدرس الواحد يكون هو مشغول بهذه الأجهزة، بهذه المواقع التواصل وغيرها من المواقع التي حقيقة دمرت كثير من الأسر، ووصلت مرحلة من الأبناء أنه ينعزلوا عن أسرتهم، ما يكون فقط علاقة علاقة مادية بحتة. هذا النوع الأول. النوع الثاني
هو اللي يربي الابن من أجل مصلحته. يعني يقول للوالد أو الوالدة، تقول له أنا أنفق فيك، أنا أدرسك يعني عشان تتخرج، ويعني بكرة حتنفعني وتأسس شركة وتأسس عمل تجاري. من أجل ماذا؟ من أجل مصلحة الأب فقط. يعني الأسرة كلها يعني الهدف الأساسي من أنه هذا الابن يكون في خدمة الأسرة. وكثير من المواقف والقصص اللي نحن يمكن يعني وصلتنا من خلال الاستشارات، ان تكون الابن مكث طول حياته كل زمنه في دول من الدول المهجر، وهو يعني سبحان الله يكدح ليل نهار حتى يوفر لهذه الأسرة كل احتياجاتها. وهذا في نهاية الأمر يعني أو بعد عمر طويل تجد إن الابن يعني غير راضي ومتضجر، وأنه ندم على أنه ما استطاع أن يوازن بين احتياجاته الخاصة. هو كان فقط مجرد يعني آلة تلبي احتياجات الآخرين. وهذا النوع من أولياء الأمور حقيقة بيأثر حتى فيما بعد. يعني تجد إنه علاقة غير حميمة، علاقة فقد يعني علاقة حوجة للأبناء. وفي يمكن في تقدم العمر تجد إن الأبناء يعني إلا من رحم ربي، يعني تجد إنه خلاص الابن مل وطفش وينعزل، وأحيانا يعطي الأشياء يعني بدون رضا، يعني هو يعطي وهو مجبر على هذه الأمور يعني. وهكذا تستمر الدائرة في هذا الأمر بالنسبة للأبناء. وهذا النوع كذلك يعني يكون نوع غير صحي وغير منتج، أنه ما يخرج لنا أبناء يعني يتحملوا مسؤولية، لكن في نفس الوقت يعني بيكون بيأثر على طبيعة العلاقة في الأسرة. هذا النوع من أولياء الأمور. النوع الثالث والذي نحن يمكن نراه هو يعني النوع المثالي، النوع الأفضل من أولياء الأمور، يربي ابنه من أجل ماذا؟ من أجل الاستخلاف في حياة الدنيا. يربي ابنه من أجل هو ومن أجل الآخرين. إنه الهدف الأساسي من تربية هذا الابن هو إنه تحقيق مرضاة الله سبحانه وتعالى، وإنه هذا الابن يكون هو يعني الوريث في كل شيء. يعني هي ذرية اللي هي الذرية الصالحة اللي ينشأ الابن وهو يتحمل مسؤولية، يكون عليه التزامات، يكون عليه واجبات. هذا الابن يكون ابن فاعل، يكون ابن يتحلى بالمسؤولية، ابن يكون ذو شخصية يعني تتمتع بالإرادة وبالعزيمة، ويكون عنده هدف في هذه الحياة. وهذا الابن دائما تجد أن هذا النمط من أولياء الأمور، تجد أن الابن دائما الوالدين يستصحبوا أبنائهم في كل أمور الحياة، يستشيروهم في أمور الأسرة، يقرص فيهم تحمل المسؤولية. هذا النوع من الأبناء يعني حقيقة يعني يكون هو الابن المنتج، اللي هو عندنا التوجهات المنتجة والغير منتجة. هذا النوع من أولياء الأمور يعتبر من التوجهات المنتجة، والتي حقيقة يعني تستثمر الأبناء بشكل إيجابي وبشكل صحي. وهذه ما يسمى بالاستثمار أو اللي هي التنمية المستدامة. التنمية المستدامة حقيقة هي ليس فقط في الاقتصاد ولا في البيئة، لكن نحن من ناحية ثقافية، من ناحية اجتماعية، من ناحية نفسية، من ناحية تربوية، نحتاج أن تكون لنا هذه التنمية المستدامة. كيف تكون التنمية المستدامة؟ أن يكون هذا الاستثمار يمتد إلى أجيال وأجيال قادمة. وهذا لا يأتي إلا إذا كان الوالدين لهم هدف واضح وعندهم رؤية واضحة. لماذا أنا أربي هذا الابن؟ ما هو الهدف من تربية أبنائي؟ فقط يعني لمصلحتي أنا، أم هو تحقيق مرضاة الله وتحقيق الاستخلاف في هذه الحياة الدنيا؟ وهذا هو الهدف الأساسي. وهي يعني الله سبحانه وتعالى يعني اختارنا، أو يعني كنت خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فهذا هو المبدأ الأساسي، إنه نحن ما خلقنا إلا للاستخلاف في هذه الأرض، وإنه نحن نعمر هذه الأرض
بعبادة الله سبحانه وتعالى وتحقيق مرضاته. هذا هو النوع الأمثل والنوع الأفيد. في هذه الثلاثة أنواع ربما نحن كلنا مرينا بأخطاء كثيرة في التربية، وتعلمنا من أخطائنا ومن تجاربنا. ويعني أنا يعني يمكن أوجه هذا الخطاب لنفسي أولا، ثم لجميع الأخوة والأخوات المشاهدين ومتابعيننا، اللي مسألة في موضوع التربية أحيانا أن تأتي متأخر خير أن لا تأتي. يعني أحيانا تقول بعد الأخوات يقول والله أنا أخطأت يا دكتورة، وأن أنا كنت أعمل كذا، ويعني ما كان عندي هذا الفهم الصحيح في مسألة التربية، وما كان عندي المعلومات والمعرفة كيف أربي أبنائي. لكن العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، يعني بمعنى أنه نحن الآن نستطيع أن نعيد طريقتنا أو نصحح مسارنا، ونستطيع أن نقيم أنفسنا. حقيقة التربية تحتاج لتقييم. إذا كانت الشركات والمؤسسات في نهاية كل عام بيكون عندها يعني وقفة، ويكون عندها يعني حساب إنه تقيم هذا الإنتاج، أو تقيم عمله، وتقيم هذا الاستثمار. فما بالكم بنا نحن يعني سبحان الله كل شيء من أجل الإنسان. والاستثمار في الأبناء هو يعتبر من الاستثمار اللي هو دائم، ومن الاستثمارات اللي يعني دائما أرباحها يعني إلى أن يرث الله الأرض وما فيها. يعني بمعنى أنه نحن نستثمر في أبنائنا، هو الاستثمار الحقيقي، وهو رأس مالنا هم أبنائنا. فبالتالي لابد أن يكون عندنا نعيد طريقة تفكيرنا، نعيد كيف نحن كنا أخطأنا. لأنه أحيانا يعني واحدة من المواقف اللي أتذكرها، يعني تقول له أخت يعني كانت هي فقط يعني همها إنه أخوها يعني دفعت مبالغ كبيرة إنه يخرج لإحدى الدول الأوروبية، ويمكن يعني أخذت قرض من البنوك وكذا يعني. فأول ما دخل الابن في يعني الدولة الأوروبية، فقالت له الآن دورك، يعني أنت كمان الآن أنقذ بقية الأسرة وأدعم يعني الأخوات والإخوة في البيت. قال له لا، أنا ما عندي دخل، يعني أنا حأتفرغ لحياتي وحأتزوج وحكون أسرة. طيب الأخت تقول لي أنا مصدومة، يعني طيب أنا أنفقت كل ما عندي يعني عشان أنت تصل هذه المرحلة. فيقول لها ده نظامك أنت، يعني دي مشكلتك أنت. أنا يعني كون أنك ساعدتيني أنا ممكن أرجع لك اللي أنت دفعتيه، لكن أنا ما أتحمل مسؤولية الآخرين. يعني فشوف يعني إلى أي مدى وصل الحال إنه إحنا أحيانا بطريقتنا الخاطئة، بعدم يعني ربما ما كان عندنا رؤية واضحة، بعدم الوعي، بعدم الإدراك، بعدم المعرفة، أحيانا نرتكب الأخطاء فيما بين إحنا كأسرة يعني. وهذا يمتد إلى المجتمع بأكمله. وتجد أن كثير من المشاكل الآن في الأسر يعني تصل إنه مقاطعة يعني بين الأخوة. يعني تجد إنه يعني الأخوة أحيانا بس يعني سنوات يعني الأخوة ما يتواصلوا مع بعض. فهذه يعني هذه الأنواع الثلاثة أنا ذكرتها وختمت بالنوع اللي هو النوع الإيجابي، النوع التوجه المنتج. وهذا النوع يعتبر من الأسلوب والطريقة التربوية الصحيحة. وهذا بما أنه نحن دائما نذكر برنامجنا هو برنامج تربوي إرشادي. نسأل الله أن يعني يصلح حالنا وحال أبنائنا، وإن شاء الله يعني نكمل في اللقاء القادم بإذن تعالى في الحلقة القادمة الجزء الثاني من البرنامج. إلى أن نلقاكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.